بودنج الشوكولاتة من الحاجات الجميلة واللي طعمها حلو جدا وتنفع كمان في الصيف والشتاء. انا عاملة مكونات كتير شوية. هجيب لتر ونص من الحليب، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، نص كوباية من السكر وقلبتهم على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار لحد ما يغلوا. 3 معالق كبار من النشا قلبتهم كده على نص كوباية من الحليب، وكمان 3 صفار بيض هحط عليهم معلقة من الفانيليا، واحط عليهم النشا اللي قلبتهم بالحليب. بعد كده هقلبهم كويس جدا. الحليب اللي عندي بالسكر هيكون سخن كويس جدا، هاخد منه مغرفتين علشان اوصل الصفار البيض لدرجه نفس درجه حراره الحليب بتاعي وما يكتلش ويبقى طعمه وحش. هرفع الحاجات دي بعد ما حطيت عليهم الصفار لحد ما القوام هيتقل معايا ويبقى شبه المهلبيه كده بالظبط. بعد كده عندي مكعبه شوكولاته كده حوالي 3 معالق من شوكولاته الخام طعمها حلو، قلبتها كويس جدا، وهحط عليها كمان 3 معالق من الزبده. دي اختياري بس بتدي طعم حلو جدا. هقلبهم مع بعض كويس قوي، وكمان ممكن اصفي الخليط لو حسيت ان فيه اي تكتلات. بعد كده هحطهم بقى في اكواب التقديم. ممكن نقسم المقدار ده ونعمل نص المقدار بس، هيطلع لنا كده كميه حلوه جدا اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما برد شويه حطيت عليهم روزيتات كده من الكريم شانتيه، ممكن تزينوه باي تزيين او ما تزينوهوش خالص، هيبقى طعمه حلو جدا جدا، بيتاكل دافي. وما تحطوش في التلاجة في الشتاء ويبقى طعمه حلو جدا. ان شاء الله يعجبكم لما تجربوه.